بيان إلى الرأي العام باسم مؤتمر ستار في مخيم سريكانية وباسم جميع النساء المطالبات بالحرية الجسدية للقائد الأممي عبد الله أوجلان، القائد الذي طرح مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، والذي استطاع بفكر وفلسفته أن يجمع بين جميع الشعوب، والذي طرح مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، والذي استطاع بفكره وفلسفته أن يجمع بين جميع الشعوب، والذي أعطى المرأة حقها بتقرير مصيرها، وهو الرفيق الأول للمرأة والشخص الأول الذي حرر المرأة من العبودية والاضطهاد عبر التاريخ وشجعها للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية. لذا نتبنى قضية القائد بكل قوتنا كنساء، فحرية القائد أبو تعني حرية المرأة والمجتمع، وهو صاحب فلسفة جنجيان آزادي. نحن كنساء مؤتمر ستار حركة المرأة في مخيم سريكانية نطالب جميع المنظمات الإنسانية لمنحنا الفرصة لزيارة القائد العظيم أبو، وأكرر لمنحنا الفرصة لزيارة القائد العظيم أبو الذي طرح حلول السلام والحرية لجميع المكونات في جميع أنحاء العالم. ونحن كنساء مؤتمر ستار نتعهد بالسير على خط وفكر القائد الأممي لتحرير الشعوب المظلومة والمرأة، ولن يهنى لنا العيش إلا بتحرير ونشر العدالة في كافة أنحاء العالم. مؤتمر ستار في مخيم سريكانية يوم الخميس 2025/8/21. الحرية للقائد، الخلود للشهداء، لا حياة بدون القائد، لا حياة بدون القائد، المرأة حياة حرة.